اولا فكره ان طفل يجيله سمنه او يجيله مقاومه انسولين دي حاجه صعب جدا انها تبقى موجوده في طفل، حتى لو انا عاوزت اجيبها له. يعني خلينا متفقين ان الطفل الحرق بتاعه عالي جدا جدا. الطفل الجي اتش بتاعه، الجروث هرمون بتاعه، هرمون النمو بتاعه عالي جدا جدا جدا، اللي من الحاجات اللي بيعملها انه بيزود الحرق. الطفل حساسيه الانسولين بتاعته عاليه جدا، فلما طفل يجيله سمنه ويجيله مقاومه انسولين ده معناه انه اكستريم، انه بيعمل اقصى حاجه ممكن تتعمل في كل العادات الغلط. نروح بقى لحته بس ما بيحبش الاكل الصحي، بس ما بيحبش التمرين. انا ما اعرفش طفل بيحب المذاكره خالص، بس عمري ما شفت اهل بيقعدوا طفلهم من المدرسه وبيخلوه يلعب طول النهار وما يفتحش كتاب وما يعملش اي حاجه ليها علاقه بالعلم عشان ما بيحبهاش. الطفل ما عندوش حته الاويرنس بتاعت الفاليوز. الطفل ما عندوش وعي بقيمه الحاجه اللي انا بعملها، هو فاهم بس ان دي حاجه انا بعملها دلوقتي فبتبسطني دلوقتي، او دي حاجه بعملها دلوقتي فبتضايقني دلوقتي. هو مش مدرك خالص ان اللي بيعمله ده هيجيب له سمنه، هيجيب له مقاومه انسولين، هيأذي صحته. هو مش مدرك ده اطلاقا. ده دوري انا كبيرنت، ده دور الاب والام، اللي بالمناسبه الطفل بعد كده هيشكرك عليه او هيلومك عليه. يعني لما يكبر بعد كده هيقول لك وانت ليه كنت سايبني بعمل كل ده. زي ما مفيش طفل بيحب التعليم بس كلهم بيتعلموا، مفيش طفل بيحب التمرين بس كلهم هيتمرنوا.